السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي احسن الظروف، بالصحه جيده نتوما اللي عزيز عليكم. اليوم جيتكم واحد الفيديو جديد، غنصايب معكم السردين لاول مره غنصايبو في قناتي. غنصايب معكم واحد الطاجين ديال الخضره اللي هو التاكره، تنقولوا له في الشمال ديال حنا التاكره. وتبعوا معايا المقادير. كيلو ديال السردين نقيته من قبل وغسلته، درت له الحامض والملح. نستعمل الهريسه، قزبر حبوب، تحميره حلوه اللي هي بابريكا، كمون، الملح على حسب الذوق، الزعتر، حامض، زيت البلديه. عندي جوج حبات ديال الطماطم مقطعين بهذا الشكل، عندي فلفله واحده، عندي 4 ديال خيط زوات و4 ديال البطاطات وقزبور ومعدنوس والثومه اللي غنحتاج في الطاجين ديالي. عندي قزبور ومعدنوس والثومه مطحونين مع الملح، غنديرهم مع السردين. ندوزو معايا طريقه التحضير. دابا غنضيف الربيع، نضيف شويه ديال الهريسه، ملعقه ديال الكمون ما عمرهاش بزاف، صبور، بابريكا اللي هي التحميره حلوه، ملعقه ما عمرهاش بزاف ديال الملح، ملعقه ديال الزعتر، دابا غنعصرو حامضه، دابا نبدا نضيف شويه ديال الزيت بلديه باش نحرك الحوت. هذا نصايب الشرموله ديال الحوت. انا اصلا عندي راه الطاوه اللي عندي راه في الفران، ما غنقليش السردين، غنديرو في الفران، نحطو بهذه الطريقه هذه. من بعد ما نكملهم في الطاوه نرجع معكم. بعد ما ساليته شرملته درته في الطاوه باش ندخلوه الفران. غندير مع هاد الوريقه ديال الازير، نحطها بحال هكا صافي، وغنغطيه دابا بالكاغيط وغنديرو في الفران. ما عندي لا زيت لا والو، غنخليه هو تيطلق الزيت ديالو. دابا غنديرو في الفران يطيب. بعد ما صايبت السردين شاط ليا هاد شويه، غنديرو في الطاجين باش يطلق ليا البنه مع الخضره. دابا غندوزو نحضرو الطاجين ديالنا. بسم الله. غنديرو المطيشه هي الاولى، نضيفو المطيشه هي الاولى بحال هكا، نفرشوها في القاع ديال الطاجين. نضيفو خيزو، نضيفو البطاطا،
الصبور ومعدنوس. دابا عندي فوق صبور حبوب. صبور حبوب راه تيعطي واحد المذاق هائل لهاد الطاجين هذا. تقريبا عندي 2 معالق صغار. عندي تقريبا 2 معالق صغار ديال التحميرات، نص معلقه ديال الهريسه. الكمون ما نكثرش منه حتى يعطي المروريه. عندي غير بحال معلقه ما عمرتش بزاف. الملح معلقه حتى هي ما عمرتش بزاف. الزعتر حتى هي معلقه ما عمرتش بزاف. دابا غنضيف الثومه. ندير 4 ديال الفصوص ديال الثومه هنايا. الطاجين كيبغي شويه الثومه بزايد باش يجي بنين. دابا عندي فوق الزويته بلديه. الا ما عندكمش زيت البلديه ممكن تستعملوا على الروميه. دابا غنضيفو السريدنات هذوك اللي شاطوا ليا، نديرهم هنا باش تلقوا البنه. صايبوه بحال هذا الشكل هذا. ما عارفين السردين بالنسبه للوليدات ولا بالنسبه للكبار راه مفيد للصحه. دابا غنزيدو داك البطاطا هنايا. عليه حامض مسير. نصروا عليه شويه الحامض، عصير ديال الحامض صافي. وغنضيفوه يطيب في البوطه دابا. ومن بعد ملي يطيب هو والحوت نرجع معكم. كاس ما عمرش بزاف ديال الماء حيت المطيشه تطلق الماء والفلفله تطلق الماء. غنقوي بشي الماء بزاف، غنخوي في الجنب بحال هكا صافي. دابا ما نضيفش كاع الماء، نخليه يطيب على حقه وطريقه. من بعد نرجع معكم. بعد ما صايبت فيه الخضره غنغطيه بالورقه ديال الكاغيط ديال الفران. دابا راه غنديرو يطيب على هذا الشكل هذا. خليوه يطيب على خاطرو. حطيته فوق البوطه عاد يدخل ليه الطياب شويه، عرضو للفران باش يتشحر. الطاجين ديالنا من بعد ما طاب غنديرو دابا في الفران يتحمر غير شي شويه من الفوق بالضو. ومن بعد نرجع للشكل النهائي معكم. ها الحوت ديالنا كما كتشوفوا وجد بهذا الشكل هذا. طيبناه في الفران. والطاجين ديالنا بالخضره ورافقناه بصلاد بليه راكم عارفينها، البصله ومطيشه والفلفله وشويه ديال الهريسه. وذوقوه بالصحه والراحه.
نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بلايك ديالكم، كومونتيرات وبارطاج، ودمتم في رعاية الله، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.